السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشف مراسل اون تايم سبورت عن الحالة الصحية لحسين الشحات لاعب النادي الأهلي الذي أصيب في لقاء النادي الأهلي ضد سيمبا التنزاني في بطولة أفريقيا. وقال محمد طه: هناك شرخين في وجه حسين الشحات أسفله بجانب العين، وقد تحسنت حالته بشكل كبير عن الأمس مع زيارات مختلفة من الأهل والأصدقاء. وأضاف: طبيب الأهلي كان موجود ويتابع مع الأطباء في المستشفى ونال كل التقارير والتحديثات اللازمة، ومدة الغياب قد تصل إلى شهر بعد انتهاء العملية، ويتخلل ذلك فترة نقاهة وتدريبات خفيفة ثم الجماعية والدخول في المباريات. واختتم: الأمور مستقرة حاليا في حالة حسين الشحات عكس اليوم الأول، وأصبح يتحرك بشكل جيد مع ضعف في الأكل نظرا للألم في الفك والوجه بصفة عامة. مليون سلامة لنجمنا حسين الشحات.